واش فايت سولتي راسك شي نهار على الشاحنه ديال نقل الوقود تقدر تولي خطيره وخطيره جدا غير من الحركه ديال البترول اللي داخل ديالها؟ تخيل ان الشاحنه غاديه بواحد السرعه حتى كتشد الفران فجاه، والمازوت اللي داخل ديالها كيتحرك بقوه للقدام. هاد الدفع اللي كيوقع ممكن يزعزع التوازن ديال الشاحنه ويزيد من مسافه الكبح، وحتى كيهدد بالانقلاب في بعض الحالات. ولكن كيفاش كيتفاداو هذا الخطر؟ الحل هو التصميم الداخلي الذكي للصهريج. اولا الصهريج مقسوم المقصورات، كل وحده مستقله عن الاخرى وكتخزن كميه معينه من الوقود. ومن بعد داخل كل مقصوره كاينين حواجز، اي فيها واحد الثقوب. نشرح لك اكثر. دابا هاد الحواجز كيكونوا مصنوعين من صفائح اللي معدنيه كيركبوها بالعرض داخل المقصورات ديال خزان البترول. يعني الخزان مقسوم بحال فيه شي جدران داخليين ولكن ماشي مسدودين مزيان، فيهم ثقوب اولا فتحات. شنو الدور ديال هاد الثقوب؟ الثقوب كتخلي السائل يمر بين الاقسام ولكن بواحد البطء اللي شديد. ملي كتشد الفران السائل كيبغي يتحرك بالزربه لقدام، ولكن هاد الحواجز كترجعو شويه بشويه حتى كيوقف. والشكل ديالهم كيكون دايرين بحال الدوائر او المستطيلات داخل الخزان، كل وحده فيها ثقوب دائريه او مستطيله باش تسمح للسائل انه يمر. العدد ديالهم كيتزاد حسب طول الخزان، مثلا كل متر او مترين كيكون فيه شي واحد. الخلاصه ان هاد الحواجز كتخلي البترول ما يديرش واحد الموجه اللي قويه في الداخل ديال الصهريج ملي كيتحرك او ملي كتحرك الشاحنه، وكتخليه يتصرف بطريقه اللي مدروسه ماشي عشوائيه. وهذا الشيء هو اللي كيخلي الشاحنه تبقى متوازنه وامنه حتى في ظروف الفرمله المفاجئه. هاد الحواجز كتخلي التوازن مستقر وكتحمي الشاحنه من الانقلاب او الزعزعه. حتى الميل ديال الارضيه راه محسوب باش السائل ما يبقاش يتجمع في الوسط ديال الخزان.